قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عايز أربي بنتي لابد الأول أعظم في عينيها قدوة. أنا أروح أقول لها روحي صلي، هي بتصلي على محمل إن أنا بكلفها بالصلاة على إنه زي واجب المدرسة تقيل عليها، لكن لابد أن نستعمل الحب حافز مبارك لتدريب أولادنا على العبودية. لابد إني أعلقها بالسيدة خديجة الزوجة المباركة النموذج الكامل، علشان لما تتجوز بنتي وتروح البيت تعرف تعيش، ما تجينيش بعد يومين تقول لي الحقني ده بيزعقني ده بيعملني. نتحمل شوية. لابد يكون عندها سابق معرفة بالتي قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. هذه الكلمات ما لم تسمعها بناتنا لن تستطيع أن تكون الزوجة الوفية، ولن تستطيع أن تكون الزوجة الصبورة، ولن تستطيع أن تكون الزوجة المعينة لزوجها على ذلك. ولابد أن نعلم ولادنا وشبابنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الزوج الوفي المبارك، يوم قيل له أن الله قد أبدلك خيرا منها فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها قط، هي التي أعطتني حين حرمني الناس. كيف كان السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عاشت مع أبي العاص بن الربيع، كيف كانت السيدة زينب رضي الله عنها عاشت وقت ما وقف في يوم بدر أبوها يحارب زوجها وزوجها يحارب أبوها، هذا على دين وهذا دين. كيف عاشت هذه الظروف الصعبة، كيف مر عليها، إلى من فيهم ستنطوي؟ أبوها يبقى تسيب بيتها وتطلع تجري، على زوجها يبقى تسيب دينها وتجري، لكنها وازنت في المواجيد ووازنت في المحبة ووازنت في الأعراف حتى حل الله لها القضية، وجمع الله زوجها على أبيها، فجمع الله دنياها ودينها، وماتت وهي موحدة لله غير مفارقة لحياتها الزوجية. النبي لما دخل عليه الراجل قال له: يا رسول الله، ليه تقبل الحسن والحسين؟ أنا لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. قال: وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ كان صلى الله عليه وسلم الزوج الوفي والأب الوفي والابن الوفي. يبقى لابد نرجع لده. الحياة، استقامة الحياة الأسرية والتربوية كلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أربي بنتي لابد الأول أعظم في عينيها قدوة. أنا أروح أقول لها روحي صلي، هي بتصلي على محمل إن أنا بكلفها بالصلاة على إنه زي واجب